هقولكوا على طريقة العيش الأبيض في البيت. هنجيب نص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من الخميرة. هنقلب المكونات الجافة سوا، وبعد كده هنجيب شوية لبن وشوية مية دافيين، أهم حاجة مش سخنين، ونبدأ نعجن بيهم. أول ما القوام يوصل لكده بحط كام نقطة زيت عشان العجينة تتلمم معايا بسهولة. بعد كده هتلاقوها اتلمت معاكم بسهولة. بعجنها كم مرة كمان وبكورها في النص. وبتيجي هنا اهم مرحلة اللي هي مرحلة التخمير. لازم نخمر العجينة ساعة او ساعة ونص اقل حاجة. كل ما مدة التخمير زادت كل ما العجينة كانت احسن معانا. بصوا هوريكوا دلوقتي بعد ما سيبناها تتخمر ساعة ونص تقريبا، ما شاء الله العجينة حجمها تضاعف وهتبقى اسهل معانا في التشكيل. بعد كده بطلع منها الهواء وببدأ يعني اقسمها كده كور كلهم سوا بعض. بعد ما بقسمهم كور سوا بعض بسيبهم برضو يخمروا مرة تانية. هوريكوا الفرق قبل وبعد. بصوا بعد ما سبتها نص ساعة تقريبا الخميرة ارتاحت ازاي، سوري العجينة ارتاحت ازاي. بعد كده بنبدأ نفردها. لما بتخمر بتتفرد معانا بشكل احسن. بوريكوا سمك الرغيف مش بيبقى لا تخين قوي ولا رفيع. بنبدأ نفردهم كلهم ونحطهم برضو يخمروا واحنا بنعمل، لان كل ما العجينة ارتاحت وكان التخمير بتاعها كويس كل ما طلعت لنا نتائج افضل. بجيب طاسة سخنة بحط عليها الرغيف على طول. اهم حاجة تبقى النار عالية. بعد ما بحط الرغيف على الطاسة السخنة بقلبه. بعمله دلوقتي حاجة اسمها تشميع. يعني ايه؟ يعني بشمع الرغيف من الوشين عشان خاطر لما يجي يدخل فيه هوا ويبدأ يطلع لفوق ما يتقطعش معانا. ما تقلقوش ان الرغيف في الاول مش هتلاقوا فيه اي معالم اللي هو هيرتفع او هيبقى فيه هوا. هو بيبقى في الاول كده. بعد كده مع التقليب هيبدأ واحدة واحدة يعبي جواه هوا ويبدأ يرتفع زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا هنا ما شاء الله بدأ يدخل جواه هوا. اول ما تحسوا ان في جنب مليان هوا عن جنب تاني دوسوا كده بالراحة بالاسباتيولا بتاعتكو. هتلاقوا ان الهوا في الجنب اللي فيه هوا بدأ يضغط ناحية الجنب اللي مفهوش هوا ويبدأ يفتحه. هو بيبقى كده خلاص شبه استوى. بنيجي هنا لمرحلة ان احنا عايزينه مستوي ازاي. في ناس بتحب تاكله كده وفي ناس بتحب تحمره شوية عشان تبقى العجينة مستوية شوية. وفي الحالتين هو بيبقى تحفة. طبعا كفاية اهم حاجة اللي انتوا عاملينه في البيت بنظافة وعاملينه كمان بلبن، لان اللبن مع العيش بيخلي طعمه حلو قوي. في ناس بتعمله بلبن بس انا عاملاه بلبن ومية. في ناس بتعمله بلبن رايب بس انا بحبه بلبن ومية او بلبن بس. بوريكوا رغيف تاني برضو نفس الخطوات اللي احنا بنعملها. بنحطه على طاسة سخنة. بعد كده نبدأ نشمعه ونبدأ نقلب فيه لحد ما يبدأ يرتفع معانا. بصوا هو هنا يخض في الاول يحسسك ان كأنه هو ارتفع نص الرغيف بس.
بعد كده لما بتبداوا تعملوا الحركه اللي قلتلكوا عليها ان انتوا تدوسوا بالسباتولا كده بالراحه، هتلاقوه الهواء بدأ يدخل في الرغيف كله وبدأ الرغيف نفسه يرتفع. طبعا شكله تحفة، وهو اصلا يعني المنظر ده كده بيخلي النفسية تهدى ويخليها جميلة وهادية، زائد ان بيبقى طعمه تحفة. هو الصراحة متعب شوية في حتة ان احنا بنخبز وبنسيبه شوية لحد ما يخمر، وبعد كده نقف على الطاسة مع واحد واحد، بس في الاخر الطعم والنظافة يعني بيخليكوا تنسوا التعب. بصوا ما شاء الله عالي ازاي، مش مسكع او مش لازق في بعضه. هوريكوا كام واحد كمان. يبقى انا قلتلكوا على كام حاجة مهمة. اول حاجة النار تبقى عالية، لازم تبقى النار عالية، عشان خاطر لو النار واطية الرغيف ممكن يلزق او ممكن ما يبقاش بالشكل اللي احنا عايزينه. تاني حاجة ان احنا نبدأ نشمع الرغيف، ان احنا كل ما هنقلبه كل ما فكرة او الموضوع بتاع ان الهواء يدخل فيه وينفخه هتبقى احسن معانا. وده تقريبا اخر رغيف معانا. انا كده عرفتكم كل الخطوات اللي انا بعملها، اعملوها زي ما قلتلكم وان شاء الله العجينة هتطلع ناجحة معاكم وهتطلع زي ما انتوا عايزين. طبعا بيبقى طعمه حلو قوي. وبالهنا والشفا، ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا كل جديد. انا هوريكم في الاخر شكله عامل ازاي وازاي تقدروا تستخدموه كساندوتشات بيبقى مفتوح من جوه.